اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم بافلا البير مستشار عقاري، والنهارده هنتكلم على اتحاد 5 مطورين عقاريين في شركه واحده. شركه النهارده شركه منصات، وحلقه النهارده هنتكلم على اتحاد 5 مطورين عقاريين تحت شركه منصات. وهنتكلم دلوقتي على اول مطور فيهم، باشمهندس احمد امين مسعود، صاحب شركه معمار الاشراف، شركه غنيه عن التعريف لها سابقه اعمال على ارض الواقع كتير. تاني مهندس هنتكلم عليه النهارده مهندس شريف شعلان، وهو صاحب شركة رويال للتطوير العقاري، وطبعا شركة ليها سابقة أعمال على أرض الواقع. تالت مطور هنتكلم عليه النهارده مهندس محمد البستاني، وهو صاحب شركة البستاني للتطوير العقاري، وبرضه ليها سابقة أعمال على أرض الواقع كتير. المطور الرابع مهندس محمد غباشي، وهو صاحب شركة سكوب ديفلوبمنت، طبعا الشركه لها سابقه اعمال على ارض الواقع برضه. ونتكلم على المهندس الخامس مهندس ياسر عبد الله، وهو برضه صاحب شركه ياسر عبد الله ديفلوبمنت. ال5 مطورين عقاريين النهارده بيتحدوا مع بعض في شركه منصات عشان يقدموا فكره عقاريه جديده في السوق العقاري. تعال نتكلم بقى على مشروع النهارده، مشروع شركه منصات في التجمع الخامس. وقبل ما اتكلم في المشروع النهارده، سابقه اعمال شركه منصات موجوده على ارض الواقع، زي بوديا تاور في العاصمه الاداريه في منطقه الابراج السياحيه صف اول، وفي كمان كوميرشال في التجمع الخامس على محمد نجيب وعلى جمال عبد الناصر. ودي برضو سابقه اعمال مميزه جدا، ان الشركه بتختار اللوكيشن، واهم حاجه في المشروع هو اللوكيشن. بيقدموا دايما في كل مشاريعهم افضل لوكيشن. وتعالى اتكلم معايا على سابقه الاعمال على الخاص، هسيب لك كده رقمي اخر الفيديو. وخلينا نتكلم مع بعض النهارده على مشروعهم الجديد في التجمع الخامس. والمشروع ده اهم حاجه فيه زي ما انا قلت، الشركه بتهتم بايه؟ بتهتم باللوكيشن. والمشروع اللي اكلمك عليه النهارده اللوكيشن بتاعه مميز جدا وفيه الندره الكافيه. واللوكيشن ده فرصه مميزه جدا ما بتبقاش موجوده في الماركت كتير. اللوكيشن ده موجود في النرجس 7، منطقه المستثمرين الجنوبيه في التجمع الخامس. طبعا لوكيشن غني عن التعريف، ساكن وعايش من سنين. والنهارده هقدم لك فيه مشروع على مساحه 25 فدان. مشروع هيبقى سكني اداري تجاري طبي، يعني المشروع بيجمع من الاربع استثمارات عقاريه، واحتمال كمان ينزل فيه استثمار فندقي، يبقى المشروع فيه كل الاستثمارات العقاريه. النهارده هنتكلم بقى على ال 25 فدان والمساحات اللي هتبقى متاحه في المشروع. هيبقى متاح استوديو وغرفه وغرفتين و3 غرف، وكمان دوبلكس. يعني المشروع هيبقى مكون من كل المساحات الكبيره والمساحات الصغيره. في ناس طبعا كتير بتدور على مشروع يبقى فيه مساحات صغيره زي استوديو وغرفه، وده طبعا هيبقى متاح في المشروع. كمان المشروع هيبقى فيه جرين اريا كتير، وهيبقى فيه لاند سكيب، وهيبقى فيه كلاب هاوس، وهيبقى فيه فاسيلتي كويسه جدا. طبعا كمان عشان اضمن لك قله الكثافه السكانيه في المشروع العماير فيها هتبقى ارضي و4 ادوار، يعني مش هتبقى فيها العماره اكتر من 20 شقه. فدي حاجه الناس بتدور عليها، ان الكباستي يبقى في المشروع تبقى قليله جدا. كمان النهارده على مساحه المشروع بالكامل هيبقى في كوميرشال بيخدم على المشروع وعلى المنطقه اللي ساكنه وعايشه حوالين المشروع. طبعا الكوميرشال ده هيبقى مكون من تجاري واداري وطبي، ودي حاجه برضو مميزه جدا، ان انا النهارده في منطقه ساكنه وعايشه ما فيهاش خدمات كافيه. فانا اول ما هستلم المكتب الاداري او العياده الطبيه او المحل التجاري بتاعي هبتدي استثماره على طول. النهارده بقدم لك بيمنت بلان مميزه جدا، والبيمنت بلان دي قبل ما تعرفها لازم تبقى عارف ان انت لو محتاج تشتري شقه في المنطقه دي، هيبقى الحل الوحيد عشان تشتري شقه في المنطقه دي هتبقى ريسيل. وريسيل يعني هتدفع كاش، والمنطقه دي عشان تشتري فيها كاش متراوح الاسعار بتاعتها من 4-5 مليون كاش عشان تشتري شقه 3 غرف. عشان كده انا بقدم لك بيمنت بلان مختلفه تماما في منطقه زي دي، فيها الندره الكافيه للمشروع من غير ما اتكلم عليه، بمقدم يبدا من 5% وتقسيط المتبقي على 8 سنين. فدي بيمنت بلان مميزه جدا. طبعا لوكيشن المشروع فرصه ما تتعوضش لو انت بتدور على الاستثمار والسكن، فانصحك باللوكيشن ده، لان المشروع ده فعلا فرصه مش موجوده في الماركت او ما بتنزلش كتير. فطبعا دي حاجه مميزه، ان انا بقدم لك مشروع حواليه منطقه كامله ساكنه وعايشه وانت في قلب المنطقه دي. معناه ان انت اول ما تستلم استثمارك او السكن بتاعك هتبدا فيه استثمارك على طول. حلقه النهارده كانت عن مشروع بيجونيا ريزيدنس. يا رب يكون المشروع عجبكم ويكون الحلقه كمان عجبتكم. انا بافلا البير مستشار عقاري، استنوني في اوفر جديد، وهسيب لكم رقمي دلوقتي على الشاشه. هستنى كل اسئلتكم واستفساراتكم. ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا، واستنوني في اوفر جديد. سلام.